انتوا تعرفوا ان الجنازة الكبيرة اللي اتعملت لعبد الحليم حافظ وحضرها آلاف من الناس ونخبة من أهم رجال الدولة كانت جنازة فيك؟ تعالوا أقول لكم اللي حصل. لما عبد الحليم حافظ مات في 30 مارس سنة 1977، اللي كان مسؤول عن تأمين الجنازة ساعتها العقيد أحمد رشدي. والراجل خاف ساعتها إن الناس من كتر حبها في عبد الحليم تهجم على النعش وتخطفه والجثمان يتبهدل، وساعتها مش هيقدروا يسيطروا على الموقف ولا كان هيقدر عليهم حراسة ولا غيره. فأمر العقيد أحمد رشدي إنهم يخرجوا جثمان عبد الحليم حافظ من مستشفى المعادي العسكري الساعة 6 الصبح، ودفنوه في القبر بتاعه في البساتين، واتعمل نعش وهمي وفاضي متغطي بعلم مصر، وتصلى عليه في عمر مكرم، وخرج وراه ملايين من الناس. يعني الجنازة اللي اتصورت دي أصلا كانت جنازة رمزية. الغريب في الموضوع إن الجنازة الفيك دي حضرها أهم رجال الدولة من الوزراء ونائب رئيس الجمهورية ووزير الداخلية و5000 عسكري كانوا بيأمنوا الجنازة. والمؤسف في الموضوع إن في طفل مات في الجنازة اسمه سمير عنده 8 سنين. الناس داست عليه لما كانوا بيجروا ورا النعش اللي هو في الأساس كان فاضي. ربنا يرحم موتانا جميعا.